هنا راديو الزمن الجميل. نعيد إليكم سحر الإذاعة ودفء الذكريات بصوت الزمن الجميل. استعدوا للاستمتاع بمسلسل إذاعي من كنوز الفن المصري الراقي. في بيوت الناس تمثيلية اقتبسها المرحوم سليمان نجيب وأعدها للإذاعة عبد الوارث عصر، ويخرجها محمود السباع. والآن نعرض عليكم ما كان يحدث في بيوت الناس بين فريد الزوج سراج منير وفصيح ابن العم أحمد الجزيري، ثم بينه وبين الحما نعيمة وصفي، وبعدين الزوجة علية زوزو ماضي، وفي الآخر سبب المشكلة مدحت محمد علوان مع الخادم حسن عبد الفتاح غب. مفيش حد، لازم عليا فضيتها. تعال. ربع ساعة واحنا اتنين طوال عراض مش قادرين نلاقي عذر للتأخير اللي اتأخرناه. انت مش واخد بالك ان الساعة 9 إلا ربع؟ إلا 12 يا منشير. يا سلام عليك لما تحبكها يا فصيح، هي من 3 دقايق. يا أخينا فكر معايا، ده انت اسمك فصيح. وإيش دخل الفصاحة في الكذب وخلق الأعذار؟ ما تهدى، هو ماله يا أخويا؟ مال ازاي؟ مراتي هتدخل بعد دقيقة أو دقيقتين، وأول سؤال هتسأله كنت فين لغاية دلوقتي واتأخرت ليه؟ ولا أنا عارف هقول إيه ولا عيد إيه. هي عارفة إني كنت لازم أكون هنا الساعة 8 إلا شوية. هذه نتيجة إن الواحد يسبق الحوادث. أنا مالي كنت بقول لها. أوه، هدي نفسك. أمال عاوز عذر مقبول، سيبنا فكر. فكر عذر مقبول يا ناس؟ لو كنت متجوز واحدة غير عليا. إيه، تتجوز واحدة تانية؟ وبعدين يا أخي، هو أنا قادر على واحدة؟ قصدي يعني لو كنت متجوز واحدة غير عليا كان من السهل إقناعها. كنت أقول لها مثلا والله اتأخرت في مشوار مهم، كنت في زيارة عند فلان عند علان. طب وإيه اللي منعك؟ ما تقبلش أعذار وهي أعذار ملهاش أصل. وعدوك انت عارف قريبتك عليها أسئلة تلخبط. يعني بتخاف منها؟ أخاف من هذا إيه؟ كلام إيه ده يا راجل أنت؟ أنا خايف على مركزي كزوج ورب بيت. أنا خايف أقول لها كنت هنا ولا هنا مع فلان، يوم حد منهم يطب أو يضرب تليفون تكلمه هي، تنكشف المسألة وتبقى واقعة مهببة وانا صفتي منوره. ولما صفتك منوره ما تحافظ على مواعيدك المنزليه؟ لما صفتك منوره سمعت كلامي ليه وعكست البت البلدي ومشيت وراها لاخر شارع محمد علي؟ فصيح، اللي حصل حصل وننساه بقى. المهم العذر. هتقول لها ايه؟ ايوه اسمع بقى اللي هقوله. احنا هنا من نص ساعه. ايوه يا علي، أنا هنا من نص ساعة تقريبا ومعايا فصيح بيه. بنتناقش في محاضرة له عن أثر الكذب في الحياة الزوجية. كنت فين قبل كده؟ كنت بنقي لك دستة مناديل لنو من النوع اللي بتحبيه. فين هما؟ عند الراجل عشان بيعمل لهم انسيال. عند مين؟ ما أقولكيش. ايه رأيك بقى يا عم في المرافعة دي يا بطل؟ أولا البطولة دي احتفظ بيها لنفسك، حضرتك كذاب كبير. حسن افندم. اسمع يا ولد افندم. الست في اوضتها ولا عند نيتها؟ الست لسه ما رجعتش من بره يا فندم. ما رجعتش من بره؟ انت بتقول ايه؟ بقول ان الست ما رجعتش من بره. يعني مش في البيت؟ لا يا فندم. انا عاوز افهم معنى كلامك ده. لا ده انت صعب خالص. جرى ايه لمخك يا سيدنا البيه؟ الست لسه ما رجعتش، لسه بره. كويس خالص. 9 وكسور. 9 و11. حاجة كويسة قوي قوي. سعادتك بتكلمني؟ لا يا سي حسن، انا بقول قوي. هو انت اسمك حسن قوي؟ لا يا فندم، انا اسمي حسن عبد القوي. انا نازل بقى، لكن في كلمتين واقفين في زوري لازم تسمعهم. تعرف اني دايما معتد بعزوبيتي، لكن النهارده انا معتد ومبسوط بيها اكتر. بقى دي حياة زوجية بتعتبر نفسك مثل للزوج المودرن، الزوج الكذاب الأونطجي. والله أنا خايف عليك. سي فصيح، مش وقته. أنا خايف عليك من نتيجة تصرفك. العواقب بطالة، النتائج وحشة. اوعى تستشهد بيا. طيب يا سيدي الله يهديك، انزل 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 بقى. أوروبا. وانا اللي من شوية كنت داخل ملخوم وقلبي بيطب، لكن الله، الساعة 9 وكسور وسيرتها لسه بره. عليا ما اتأخرتش قبل كده. لا 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 لا، لكن ده انا ما احبش كده الا كونها تتأخر لغاية الساعة دي. كويس قوي كويس قوي. ايه يا فريد، جرى ايه؟ في ايه؟
لا ما جراش، لكن اللي جرى ان الست حرمي كريمتكم لسه ما شرفتش بره لحد دلوقتي. والساعة كام؟ 9 وكسور. وهو احنا يا ابني بنتعشى قبل كده؟ يعني انت شايفه انه طبيعي انها تتاخر لغايه الساعه 9؟ انا اللي شايفاه يا حبيبي ان مفيش داعي للقلق ولا الخوف. غريبه. ودي انت شايفني قدامك اهو، لا انا قلقانه ولا انا خايفه. يهمني كوني اعرف هي راحت فين. استنى يا فريد، انتظر يا ابني. طب ما انا من الصبح مستني ومنتظر. انا بقول استنى لما افتكر. هو ماله يا اختي، جراله ايه؟ هي كانت رايحه تاخد فنجان شاي عند لطيفه. ايوه لكن في شاي ياخدوه الساعه 8. يا ابني اهدى، تعال اقعد وروق بس، اقعد ندردش شويه لغايه ما تيجي. يا ستي اذا كان عندك قلب واعصاب انك تدردشي فما تتكليش عليا. وبعدين بقى ولا قبلين يا ابني. الله، قول لي جرى ايه في الوظيفه اللي كانوا هيرقوك فيها في الشركه؟ الوظيفه لازم اللجنه تجتمع لسادس مره، وغير كده مدير الشركه ووكيلها ما فيش بيني وبينهم سمباتي. مش فاهمه؟ يعني استلطاف. بالعربي المدير انا مش خفيف على قلبه. المدير مين؟ زكي الملواني اللي بنته متجوزه عبد الغني؟ ده ودود تعمل اكتر من كده. امال دي صاحبة عليا بقى، الروح بالروح. اللي مين هي بقى؟ مرات عبد الغني، كوثر. هي تفتكري يعني؟ الا افتكر، دول كانوا سوا في الصينيه وفي الجامعه. وانت بقى لك قد ايه بقى منتظر الترقيه دي؟ ها، بقالك قد ايه مستنيها؟ بقالي اكتر من نص ساعه، يطلع 35 دقيقه. هو ايه اللي من نص ساعه؟ انا بقول لك على الوظيفه يا ابني. دي بقالي مستنيها 4 اشهر. من 4 اشهر والوظيفه فاضيه وانت مستني؟ ده احنا السفراجي يطلع النهارده نكون بكره جايبين واحد بداله. يا ستي انت نظامكم في البيت احسن من نظام شركتنا. لازم تفهمي ان في اللغه العربيه فعل شغر يشغر بالغين، والشركه عندنا مغرمه بحاجه اسمها الوظائف الشاغره. وجنب كده ما لقيتي انت بنت مدير الشركه ومرات عبد الغني غيري من اللي عايزين يترقوا يلاقوا برضو ناس اهم من كده. المسألة مش مسألة كفاءته بس، مسألة سمباتي. وعشان كده السمباتي والاستلطاف اللي بيني وبين مدير الشركة ساح واتمحى ولا زالت الوظيفة شغلة. دي عيشة تحير يا ابني يا فريد. أظن إن الوقت جه بقى. أنا أظن إن الوقت جه إننا نضرب تليفون نشوف الهانم بنتك نزلت إمتى من عند لطيفة. نضرب تليفون نقول إيه يا أخويا؟ وده يليق بس؟ جننتوني باللي يليق واللي ما يليقش. فهميني يعني أسكت لحد إمتى؟ لحد ما طق. طيب يا أخويا، رايح أضرب لها. لكن التليفون مش هنا ليه؟ مراتك كانت عاوزة تتكلم بعد الغدا فدخلته أوضة النوم. عشان تتكلم مع مين هناك؟ علشان تكلمك في النادي. صحيح كلمتني، لكن كمان جرجرت التليفون من أوضة لأوضة كده، شيء يلخبط، حاجة تجنن، طريقة مش كويسة. انت اللي ركبت باريزة تانية في أوضة النوم. كويس، أنا هلغيها. أنا ما أحبش. هو إيه اللي ما تحبوش؟ الناس. مش جايز واحد يعني ما عندوش أخلاق لكن عليا مش من دول. هدي نفسك دلوقتي تيجي، أنا هسيبك بقى. ابقوا اندهولي على العشاء. مش من دول قال، وانا اعرف منين؟ انا هتجنن. والست حماتي تقول هدي نفسك. امال ما انا متجوزهم هما الاثنين، الام والبنت. 9:30. ده مش ممكن. الغياب ده مش طبيعي ابدا. مش فاهم تقعد تعمل ايه لحد دلوقتي بره. يعني لو اتاخرت كمان ربع ساعه انا هفرقع. فريد بونجور. اولا مش بونجور، بونسوار. وبنسوار مستويه كمان. عشان اتاخرت شويه يعني. شويه؟ وانا فايته في ميدان الاسماعيليه كانت الساعه 9:15. انت جايه منين دلوقتي؟ الله، فريد جرالك ايه؟ سيب اللي جرالي واللي انا فيه، قولي لي انت جايه منين؟ انت بتكلمني باللهجه دي ازاي؟ انت عايزه تجاوبيني ولا لا؟ جايه منين دلوقتي؟ الله، دلوقتي حالا؟ ايوه دلوقتي حالا. كنت فين؟ كنت عند بنت خالتك حسنيه. وقبل كده؟ عملت كم مشوار هنا وهناك. كم مشوار؟ حاجه لطيفه. انت انشغلت عليا يا روحي عشان بتحبني. ارجوكي ما تخرجيش بره الموضوع وتقولي لي ايه المشاوير اللي عملتيها. اشتريت اباجورتين عشان بيت العزبه، وبعدها رحت. ايوه ما تقولي اتلخبطتي ليه؟ الله، اولا انا ما اتلخبطتش، ثانيا سيادتك بتضايقني باسئلتك دي، ثالثا طريقتك دي انا ما اسمحش بيها. هو ايه اللي ما تسمعيش بيها؟ انت هتقولي ايه اللي عملتيه من ساعه ما خرجتي لغايه دلوقتي ولا ايه؟ لا. ازاي بقى لا؟ انا اسمحش انك تسالني باللهجه دي بالطريقه الشنيعه دي. ابدا. دي مساله بسيطه خالص، بسيطه قوي، عذر بسيط.
ست زيك في منتهى الذكاء هتتعب لما تلاقي عذر. احنا يا رجاله معلش نغرق في شبر ميه. انا اعرف 2 اصحابي قعدوا ملخومين يجي نص ساعه في خلق عذر بسيط، اما انت سبحان الله. تقول لي جرالك ايه؟ مالك؟ انت في حاله غير طبيعيه، نظراتك بتلخبطني. بقى نظراتي هي اللي مخبطاكي ملخومه؟ ها؟ لا انا ما احبش اشوفك بالهيئه دي، بالحاله اللي انت فيها. مش عايزه تشوفيني كده، قولي اتكلمي. اقول لك كنت فين دقيقه دقيقه وساعه بساعه، وكل اللي عملته النهارده. كويس. انا متاسفه اني قلت لك من شويه لا، كان قصدي اغيظك. شيء لطيف، بتغيظني. كويس، يلا قولي. يا وكيل النيابه، انا خرجت من البيت حوالي الساعه 5. مش قبل كده؟ في امكانك تسال الخدامين. انا مش من دول، انا ما اسالش خدامين، دي مش طريقتي. رحت شارع قصر النيل عشان انقي حته القطيفه عشان الكنبه اللي خوتني عليها، وبعد كده رحت لسعاد. وبعد كده رحت فين؟ ما تتنرفزش بس. وخرجت يا سيدي من عندها ماشيه، رحت الاجزخانه. ماشيه؟ والعربيه كانت فين في الوقت ده؟ قلت للسواق يسيبني، اشتريت شويه حاجات ونقيت لك صابون للدقن، ان ما عجبكش رجعه وجيب غيره. كانت الساعه كام وقتها؟ كانت الدنيا ضلمت. وهي ضلمت دي ساعه محدوده؟ لا لازم تفهم ان صبري له حدود. وهو صبري انا اللي ملوش حدود على المشاع؟ كانت الساعه 7 وكسور، لانهم كانوا بيقفلوا تقريبا. غريبه، انت مش قلتي انك رايحه تاخدي شاي عند لطيفه؟ رحت يا سيدي بعد ما نقيت لك الصابون. وبالطبع قعدت هناك نص ساعه. لا نزلت من عندها جيت على هنا، وتليفونها انت عارف نمرته، اسالها وننتهي بقى. انت ضايقتني قوي، ضايقت انفاسي. تسمحي تقعدي هنا وتقولي لي عملتي ايه كمان غير اللي قلتيه؟ مفيش حاجه. يعني عايزه تقولي انك قضيتي اكتر من 2 وكسور في مروحك لست سعاد وتنقيه حته قطيفه وشويه ادويه وصابون؟ ايوه، لان عشان انقي اللون اللي يعجبني عايزه وقت طويل. دي حاجه ما تفهموهاش انتوا يا رجاله. يعني انت رحتي عند بنت خالتي وشارع قصر النيل عشان القطيفه، وعند سعاد والاجزخانه وعند لطيفه. ايوه يا سيدي. يا بنت الناس قولي لي وريحيني، ايه اللي عملتيه غير كده؟ لان مش هقول لك دلوقتي، هقول لك بعدين. ده شيء يلخفن. عايز اعمل لك مفاجاه. مفاجاه؟ حاجه لطيفه خالص. الا قولي لي يا ست هانم، هو انا باين عليا اني مغفل للدرجه دي؟ اما اكتشاف بديع، اختراع حلو بتلهي الوز بالغرق. انت اتجننت؟ وايه اللي يجبرني اني اخترع ولا الهي الوز بالغرق؟ ما عشان مش قادره تقولي الحقيقه. انت فاكرني بكذب عليك؟ لا، هم الستات يعرفوا يكذبوا. يا سلام، سيادتك بتنكد، تعرف انك بايخ. هتبتدي تعيطي، يعني مش قادره تستمري على الكذب. هتعترفي؟ هو في احسن من ان الواحده تقول الحقيقه؟ اعترفي اعترفي. اعترف بايه؟ بكل اللي عملتيه النهارده. تقولش ايه اللي انت عايزه؟ ايه اللي متهيأ لك؟ انا ما بيتقليش حاجه، انا اللي بسالك مش انت اللي بتساليني. يعني اجاوبك اقول لك ايه؟ انا مش فاهمه حاجه ابدا، مش عارفه ايه اللي انت عايزه. الحقيقه، الصدق. حقيقة ايه؟ انت ازاي تسمح لنفسك تكلمني باللهجه دي؟ انا اؤكد لك انك بتعذبني، ده افظع عذاب قسيته في حياتي. انا مش هحاول اقلع، مش هرد على اي سؤال. وكنت هتستمر على افكارك دي فقول لي من دلوقتي اني مش راح استنى، انا ماشيه من هنا. رايحه فين يعني؟ رايحه فين؟ مطرح ما يعجبني. الله، انتم ما جعتوش يا ولاد؟ مش نتعشى بقى؟ دقيقه واحده يا نين، انا جايالك. انت فاهم ايه اللي عملته دلوقتي؟ فاهم ايه تاثيره على حياتي، على اعصابي، على نفسيتي؟ انت مالك النهارده يا فريد؟ في حاجه مزعلاك؟ لا مفيش. مش ممكن، انت لازم في حاجه ملخبطاك ومزعلاك. مساله الشركه والترقيه بتاعتك ما تمتش. لا مش دي اللي مزعلاني. لازم في حاجه تانية لخبطتك وزعلتك. ايوه، تاخيرك بره. يعني اتاخرت شويه بره، تقوم اوهامك تصور لك الافكار الغريبه دي. اما انت افكارك عجيبه ومحب لذاتك بشكل فظيع. يعني ما فكرتش انه يمكن يكون حصل لي حادث؟ انشغلت شويه، لكن لما جيتي اطمأنت. ولما اطمأنت قمت تضايقني بالاسئله دي. مؤكد، لان الواحد لما يتاخر بره ولا يقولش كان فين يكون لازم عمل حاجه ما تتقالش. غريب. وسيادتك بقى شرفت الساعه كام الليله؟ انا من قبل 8 هنا، وشرفي كده. وليه الحلفان؟ انا مصدقاك. طب وليه تصدقيني كده دغري يعني؟ لاني شايفه في عينيك انك بتقول الحقيقه، زي ما انت شايف في عينيا اني ما عملتش حاجه وحشه. انا دايما ليا ثقه فيك، وانت؟ طبعا. يعني المساله انتهت وعلى خير؟ نهائيا؟ نهائيا. مش ننده نينا بقى؟ نينا، وبعدين يا ولاد انا خلاص، انا مت من الجوع، والساعه دلوقتي 10 الا تلت. كنا بندردش. والنبي علي يا فريد كان مشغول عليكي قوي. ايوه، وننتي كانت هتضرب لك تليفون عند لطيفه. وهو انا استنيت؟ ما ضربت تليفون وقالت لي انك نزلت من الساعه 8 وكسور. كم؟ الساعه كم؟
يا ابني ما قلنا 8 وكسور. فريد قالك على حكاية وظيفته في الشركة والترقية ومسألتها؟ لا، في ايه كمان؟ انت ما قلتش لمراتك على اللخبطة اللي انتوا فيها في الشركة؟ لا. يظهر ان بين مدير الشركة وبين جوزك مفيش تستنباتيك. يعني بالعربي مفيش بينهم عمار. يا اختي بتضحك على ايه؟ ما هو جوزك اللي قالها لي بالفرنساوي. تستمتيك ايه وعمار ايه؟ قصدها تقول سمباتي يعني. وايش دخل الاستلطاف والسمباتي في الشغل؟ مش رئيسك تقابلوه تقول له وتكلمه؟ لا كله اللادي. الاستلطاف ماله ومال الشغل كمان. يا ست دي مسألة مهمة، وإذا ما كانش فيه استلطاف وسمباتي لازم يكون عندك سكة تانية. سكة ايه يا فريد؟ سكتك شغلك ونباهتك واجتهادك. ده انت في شركة مفهومة، والشركات بيقولوا عليهم انهم بيرقوا بالكفاءة. كله محصل بعضه. طب دلوقتي ايه العمل؟ يعني تقعد ساكت لحد ما الوظيفة تروح منك؟ تروح ازاي؟ انت تكلمي كوثر مرات عبد الغني بيه بنت زكي الملواني. ايوه كوثر صديقتي الروح بالروح، اقابلها بكره واكلمها. دي ننتك اللي بتقول كده. انا من زمان ما شفتهاش، لكن متاكده ان كوثر تحب تخدمني. على فكره، ما تعزم مدحت بيه على الغدا بكره ولا بعد بكره؟ أعزم مدحت على الغدا؟ وإيه المناسبة؟ لانه في امكانه يخدمك في مسألتك. وده خدمني إزاي بقى؟ لان عمه هو اللي اعمال شركتكم متوقفه على موافقته. الله، أنت عرفت كل ده منين؟ هو اللي قال لي، هو اللي شرح لي الموضوع. النهاردة طبعا. اولا انا ما شفتوش النهارده، قال لي الكلام ده اول امبارح على الغدا هنا. غريبة، لكن أنا ما سمعتوش بيتكلم في الموضوع ده. بقول لك انه قال لي كده، صدقني. أنا مش بكدبك، إنما يعني ما قلتليش الحكاية دي على طول ليه؟ لاني ما قدرتش ابص لك واحنا بنتغدى واقول لك انه مدحت بيه. أولا هو مش بيه، هو الأستاذ مدحت بس، وأستاذ يمكن كمان كتير عليه. زي ما انت عايز. ما قدرتش اقول لك انه مدحت. مدحت ما تتقالش حاف، مدحت دي تقوليها لما يكونش بينكم تكليف. حاضر، واقول ان الاستاذ مدحت بيقول كيت وكيت. ثانيا انا عقلي مش دفتر. انا افتكرت دلوقتي حديثه معايا. ثالثا انت حر تعمل اللي تعمله، تكلمه وانت حر، ما تكلموش على كيفك. يعني ما يضايقكيش انه ما يجيش على الغدا عندنا بعد بكره؟ انا حاجات تافهه زي دي ما تضايقنيش. انا اديتك معلومات وانت حر تعمل اللي انت عايزه. انا متشكر، انا ممنون. هشوف، هفكر على عيني. دلوقتي تبقى تفكر واحنا بنتعشى. يلا يا ابني يلا، انا عصافير بطني صوصوت. طيب اسمعوني انتم، راح اغسل ايديا وجاي حالا. ما تتاخرش. والله عال. وكمان اعزمه على الغدا عشان يمتع عينيه ويمتع معدته. والغريبه اني ما شكتش فيه قبل كده. كويس قوي. الله، دي نسيت شنطتها. فيها ايه يا ترى؟ دي شنطه دي قد دي دكان. الو، بيت لطيفه هانم؟ الست موجوده؟ خرجت، راحت السينما. وانت مين؟ سميره. اسمعي يا سميره، عليا هانم مراتي نسيت شنطتها عندكم لما جت النهارده بعد الظهر. انت متاكده؟ لا ما تدوريش، احنا لقينا الشنطه، لكن هي الست جت عندكم الساعه كام؟ مش فاكره بالظبط. افتكري عشان خاطري، هجيب لك هديه حلوه. ايوه، حوالي 8. ونزلت الساعه كام؟ ارجوك افتكري عشان خاطري، ده موضوع يهمني، ارجوكي من فضلك وحياة ابوكي. نزلت الساعه كام؟ الساعه كام؟ بونجور مدحت، ازيك يا استاذ؟ انت فين واخبارك ايه؟ كل خير. وانت ازيك يا فريد؟ انا قلت اصب عليك وانا فايت واسال عنك. ما شفناش بعض من كام يوم، من 3 ايام اظن، يوم ما كنت عندنا. والله فيك الخير. على فكره، ازاي الست؟ ست مين؟ الست بتاعتك؟ الست بتاعتي دي كويسه الحمد لله. مزاجها رايق؟ يعني ايه اللي هيعكننه؟ تسمح لي ادخن؟ اتفضل يا اخي، خد راحتك. اوعى تكون عاوز تخرج وجاي يعني هو اللي معطلك ولا؟ نو بالعكس. يعني ما كانش في نيتك انك تروح هنا ولا؟ وبعدين هنا؟ يا فريد قلنا لا. طيب، حتى انت قليل يعني لما بتسيب البيت وتخرج. يا منشير، اشغالي كصحفي كتيره قوي، مرتبط مع 3 جرايد يوميه ومجلتين اسبوعيتين، والكتابه عايزه لف ودوران. يا الله يكون في عونك يا استاذ. اجرى انك كنت امبارح متضايق شويه. ايه؟ متضايق؟ طب وانت شفتني فين؟
شفتك امبارح الساعة يجي 7 كده وشوية في انهي شارع يا فريد، في انهي شارع يا ما فريد؟ تفكرش كتير، ما تفكرش وما تتعبش نفسك، لازم واحد تاني. ليه انت ما خرجتش امبارح ابدا؟ اوه نو 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 مطلقا. غريبة، انا تهيألي اني شفتك في عربية كده في شارع قصر النيل. اؤكد لك انك غلطان. تعرف ان جو القاهرة دلوقتي بقى بديع خالص؟ قوي قوي. صيف السنة دي كان محتمل وقضيناه كويس، ولا سافرنا ولا حاجة. تعرف ان ليالي القاهرة لذيذة قوي في الصيف. انا اللي خلاني ما سافرتش وما سبتش مصر ان الشخص اللي بستلطفه ما سافرش برضه. ايوه، الشخص اللي بتستلطفه ما سافرش. حاجة غريبة خالص. ما تلبس جاكيتتك وتنزل نتمشى شوية. نتمشى؟ هنروح فين يعني؟ زي ما انت عاوز، وبدل ما انت قاعد هنا نروح الكازينو، نوصل للنادي، نشم هوا. لا 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 يا صديقي، شم هوا لوحدك، انا ماليش نفس الخروج النهارده. لازم بقى منتظر زيارة خصوصية. اوه نو 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 ابدا. بشرفك ما انتش منتظر حد. وشرفي لا. ايه ضايقتك ولا ايه؟ لا بالعكس، انا قصدي اقول يعني لا يضايقني ولا يدهشني انك ما عندكش ميعاد او منتظر زيارة. لا النهارده بالذات انا مش مرتبط لا بميعاد ولا بزيارة. على فكرة انت كنت قلت لي انك خطبت وهتتجوز، ولا في حس ولا خبر؟ اهو كلام. اتجوز ليه يا اخي؟ هو انا اتجننت؟ جرى العقل حاجة؟ يا عزيزي الجواز ده اكبر نكبة في العالم. انا ما قلتش حاجة من عندي، لكن ليه تعتبر الجواز نكبة؟ حياة العزوبية صحيح حياة مضطربة، لكن تعجبني. بيني وبينك انا مصمم اني اعيش كده زي ما انا، حبوب دلوعة بدون قيد ولا شرط. انت حبيبي بتطعن السيدات في وفائهم واخلاصهم؟ يعني عاوز تقول لي ان مفيش زواج مهيمن عليه الامانة والوفاء؟ يا سيدي انا متأكد من اخلاص صديقاتي. طب وغير صديقاتك؟ يعني انت صديق العالم كله؟ دي حاجة تجنن. حيلك وانت بتنرفز ليه؟ غير صديقاتي لما اعرفهم اتبين مقدار اخلاصهم. يعني اللي يسمعك كده لازم عقله يشت. انت عاوز تقول انك ما حاولتش تتصل باي ست الا لما صاحبتها؟ تقريبا. لا اسمح لي بقى يا نور عينيا، انت زودتها قوي. انا مش محامي الدفاع عن المجتمع، لا، لكن دي مسألة من ادق ما يكون. انا عمري ما حاولت اكلم ست متجوزها، اعوذ بالله. انت حر. انا اللي يمنعني اني اغازل واحدة ست يكون جوزها صديقي الشرف والضمير والقانون، وبيتهيألي كأني عملت عملة مريعة. تغازل ايه؟ ها؟ ايه الجليطة دي؟ انا اولا ماليش انتقاد على افكارك، كل واحد له اتجاهه في الحياة، لكن يعني يبقى ايه مركزك يا حضرة النزيه الفاضل لو انحدفت عليك مرات واحد صاحبك واستلطفتك؟ لو جالك واحد صاحبك متجوز مثلا يعني، وقال لك انه ملاحظ انك بتبص للست بتاعته بصة مش عاجباه شوية، تعمل ايه؟ كده خبط لازم. هو ايه اللي كده خبط لازم؟ ايوه. اولا يا سي فريد مفيش انسان معدوم اللياقة يعمل كده. ليه بقى؟ لان المركز يبقى واحد من اتنين، يا تكون المسألة حقيقة او ماخد حذري واحترس، يا تكون اوهام وملهاش اساس تقوم تديني فكرة ان فاهم يا سيدي، هتقولي فاهم. وده مين اللي شرف دلوقتي كمان؟ الساعة 11:30. يا 11:30 اوام كده. طب انا بقى كده ما ضيعتش وقتك مش كده؟ وحيث انك مش عاوز تنزل تشم هوا معايا وعندك شغل، فانا هسيبك. اوريفوار. ما تزعلش ان ما نزلتش معاك. هقوم انا بقى، هقوم بقى، لان كان في بس مسألة مهمة عاوز اخد رأيك فيها. مسألة ايه؟ ايوه قلت لي بقى مسألة ايه نسيتها ولا ايه؟ غريبة اني جاي لحد هنا وتقريبا نسيت اني عاوزك تيجي بكرة تتغدى معانا. بكرة التلات مش كده؟ يصح بكل ارتياح. معلش. ايه كنت مرتبط بميعاد تاني؟ لا كنت معزوم عند الاستاذ كامل. طيب بقى انا اجل عزومتنا. لا 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 نو انا افضل 1000 مرة اجي اتغدى معاكم. كامل اولا عازب وما كانش مدقق قوي فعزومته اللي تتأجل. اذن بكرة باذن الله. في مسألة تانية عاوز تكلمني فيها؟ لا لكن دي بقى اصلها مسألة تموت من الضحك. امبارح كنت عند صديقنا فكري وكانت شلة، فالأستاذ شاكر المثال المعروف سألني سؤال خاص بيك. هو يعرفك ومعجب بيك قوي. قال ليه صديقك الأستاذ مدحت ما حلقش شنبه؟ أحلق شنبي أنا؟
اما تفكير غريب قوي. وده بالظبط كان ردي عليه. لكن بقى انت تعرف الممثلين والفنانين وجهة نظرهم فينا، وكنا بنتكلم عن الكتاب اللي حالقين شنبهم. تعرف ان الفكره دي عندي من زمان. نفذها حالا بقى. اقول لك الحق انا خايف. ما فيهاش ضرر، تبقى تربيه من جديد. دي مسألة اسبوعين. انت ما عندكش مراية؟ عندك على الترابيزه. اهي. اتفرج بقى. حط صوابعك على بقك كده. ايوه، خبي شنبك. يا سلام، حاجه بديعه خالص. يا شيخ الواحد يبقى وشه سايح كده من غير شنب. بلاش كلام فارغ. من غير شنب تبان ملامحك ويبقى عندك كاركتير. ايوه لك حق، لكن ما لكنش انت جاي بكره تتغدى عندي. تعالى حالق شنبك وشوف النتيجه هتكون ايه. والله لك حق يا فريد، انا هحلقه حالا. يلا يلا، مستني ايه؟ لا، وعندي ميعاد مع جماعه اصدقائي رايحين السينما الليله، هتاخر عنهم واشوف يا ترى يعرفوني ولا لا. تعرف انها حاجه مسليه صحيح. استناني بقى لما ادخل اشيله واجي على طول. ها؟ ست علي يا هانم، حرم سيادتك هنا. مراتي انا؟ اما فكره، اسمع، خليها تخش وتدردش معاها لغايه ما انهي المساله، ما تقولهاش ها، نعمل لها مفاجاه، خلي بالك. انت جايه هنا ليه؟ الله، انت بتسالني بالطريقه دي ليه؟ انت جايه هنا تعملي ايه؟ ما تدوريش على جواب، ردي عليا. فريد، انت جرالك حاجه؟ جايه هنا تعملي ايه؟ جايه ادور عليك، جايه اكلمك. تدوري عليا؟ ايوه. كويس، وعرفتي منين اني هنا؟ لانه بقالي ساعه وانا وراك من الشركه لمكتب الحراسه، قالوا لي انك وصلت الجاردن سيتي، وبما ان صديقك الاستاذ مدحت ساكن هنا خطر لي انك عنده فجيت. يا سلام، تفكير بديع، منطق سليم. انا عشان اصدق حكايه زي دي لازم اكون مغفل. هتبتدي حكايه امبارح. اولا احنا مش في بيتنا، وانت وعدتني انك مش هبتدي ايه؟ ده انا بكمل كلامي. انا متاكد انك جايه هنا بناء على ميعاد مدحت. هات لي مدحت بتاعك ده، هاتولي عشان اناقشك واناقشه كمان. بص، بلاش فضايح، دي مساله بيني وبينك. اشتغل مدحت فيها. اسمع يا فريد، انا ما اقبلش ان اكون موضع اتهام مستمر. انت قلت لي امبارح انت هنا وخلاص، ايه ده دلوقتي انك عمال تتكلم كلام ملوش اصل؟ انت تسكتي وتسكتي احسن. انا ما اقدرش اعيش بالشكل ده مستحيل. هو انا كل كلمه اقولها ولا كل حركه اتحركها تكون سبب انك تبني عليها الاوهام والحكايات؟ تسمحي تردي بسرعه على سؤالي؟ بس بسرعه. انت رحتي لي المكتب ليه وعايزه تقابليني ليه؟ لاني رحت وقابلت كوثر وكلمتها في موضوعك، وقالت لي انك لازم تفوت الساعه 12 عشان تقابل ابوها. ابوها؟ ايوه ابوها، مدير الشركه، عشان تقابله وتكلمه، وفي مجلس الاداره بكره او بعد بكره تنتهي مسالتك، وبالمره مدحت يكلم عمه، تترقى في 4 ايام. تكلمته ولا لا؟ انا ما كلموش، ما اعملش حاجه زي دي. ليه؟ لاني ما ترجهوش، ما اطلبش منه حاجه. فاهمه ولا لا؟ طيب هدي اخلاقك، خليك معقول ومنطقك سليم. اقعد لحظه واحده وقول لي ايه اللي خلاك تفتكر ان مدحت الاستاذ مدحت يعني بيستلطفني وبيحبني؟ ما فيش حاجه، ما اعرفش. كويس قوي. انا اطلب منه خدمه انه يترجى لي عمه. مش عاوز الترقيه اللي تجيلي من ناحيتي والطريقه دي. انا اصبحت ما اهتمش ان اترقى بالطريقه دي. يا سلام، اول ما عزمته على الغداء بان على وشه الفرح والسرور واهمل عزومه تانية، وهو جاي بكره. لكن جاي لاخر مره، واتعشم انه ما يبحلقش فيك ويبص لك كانه عاوز ياكلك، والا وشرفي يا طبق يا كوبايه حرقعها له في نافوخه. على كل حال انا انظرته. ايوه، انظرته في شخصك انت. فريد، انت اتجننت؟ جرالك ايه؟ انا بغير منه، بغير. فاهمه يعني ايه بغير؟ وما كنتش بتشعري بعاطفه اسمها غيره. مفيش فايده اني افهمك. بتغير من ايه بس؟ على ايه؟ عليكي. وانا بس ايه اللي عملته؟ ما اعرفش، وعاوز اعرف، مش قادر. صدقني، صدق مراتك. مش قادر. انت فاكرني بكذب عليك؟ ايوه، هي مساله سخيفه بطاله وحشه، لكن الحقيقه كده. جسي، انا لازم عندي حمى 40. فريد يا حبيبي، اعقل، اهدى. بشرفي اذا ما كنتش بحبك، اذا كنت غشيتك، اذا كنت بحب واحد تاني كنت قلت لك ونسيب بعض ونخلص. نسيب بعض؟ ده رايك انت، لكن رايه هو ايه؟ الراجل اللي لا بيحس بمسؤوليه ولا عنده ضمير. وانت اذا كان لك علاقه بمخلوقات زي دي فلازم تكوني. اولا انت بتكلمني عن راجل ملوش اي علاقه بيا. اذا كنت عاوز تتكلم اتكلم مع نفسك واسالها اذا كان في سبب يبرر الكلام الفارغ ده. سبب؟ عندي 100 سبب. شك؟ عندي 1000 مبرر للشك. شكوك واسباب ما يسندهاش برهان واحد. انا اللي يهمني برهان واحد يقنعني ان اللي في دماغي ده ملوش اصل، مش حقيقي. انت اللي عايز برهان؟ بالعكس، انا اللي عايزه ابرهن لك على سوء ظنك باسرع ما يمكن. انا عمري ما بصيت للراجل ده ابدا، وهو كمان من جهته عمره ما بصلي. عايز برهان حالا. اذا كنت بتحبيني وجدي لي البرهان اللي يقنعني. بس اقول لك ايه؟ تدوري يعني، تبحثي يعني تلاقي. فكري في دماغك، تنقذي الموقف وتنقذيني. حاضر، افكر، ابحث، ادور. انا عايزه اقنعك تمام. ايوه يا فريد، لقيت البرهان، عثرت عليه.
لكن اسمعوا بقى وصدقني، انا مستحيل احب راجل له شنب. ايه، ما تقدريش تحبي راجل بشنب؟ يلا بينا نخرج حالا. الله، ليه؟ لا مفيش، لان تعالي خرجي معايا. طب نقول للراجل ان احنا لا مالكيش دعوه بيه، تعالي معايا تعالي. اهلا علي. الله، انت اما عجيبه، حلقت شنبك من امتى؟ من 20 دقيقة. وجوزي شافك وانت كده؟ لا. اذا انا مش فاهمه حاجه ابدا. ولا انا كمان. هتفهم كل حاجه دلوقتي. في عرضك، ابوس ايدك. لكن في مسألة مهمة قبل كده تجاوبيني عليها بصراحة. ايه رأيك؟ شكلي مش كويس كده؟ مش بطال. لا، مش باين ان المسألة عجباكي خالص. لا كويس، اما هرجله ولخبطه. ها؟ لخبطت ايه؟ لخبطه خالص. يعني انا شكلي مضحك لما حلقت؟ لا، المضحك واللغز اللي انا مش عارفه احله اني اشوفك حالق. على كل حال انا شخصيا حاسس اني زي اللي عريان. فريد جاي وراكي؟ فريد يجي يعمل ايه دلوقتي؟ لا، انا جايه لوحدي، وبدون ما يعرف طبعا. عندي كلام خاص عايزه اقوله لك. انا كل ودان يا ستي. يا استاذ مدحت، انا هصرح لك تصريح غريب. اتفضلي يا فندم، ارجوكي. وحيث اني بكلم صديق اثق فيه، فانا رايحه اكون صريحه خالص معاك. وانا احب الصراحه. ومش رايحه اقول لك انه ده سر، واترجاك انك تحتفظ بكلامي لنفسك. علي هانم، ما تنبهنيش لواجباتي. فريد، ما فيش حد يسمعك هنا، ما تخافيش. قولي، فريد ماله؟ فريد استولت عليه فكره غريبه مره واحده. المساله دقيقه لدرجه اني مش قادره اتكلم، لكن لازم اقول لك عشان تفهم المركز الغريب اللي انا فيه دلوقتي. فريد حالته وحشه خالص، له يومين تحت تاثير ازمه شديده. الروماتيزم اللي عنده ده. روماتيزم انت كمان؟ ازمه غيره شديده مفزعه وحشه. لا، بقول لك كده. والموضوع بالطبع انت. طبيعي، وهم بسيط كبر في دماغه، مفيش طريقه لازالته. سيبين انت وانا كفيل اني اروق لك دماغه. طيب بس انت اللي عاوز تروق دماغه، اسمع كلامي كويس وفهمني، وبعد كده تعمل اللي اطلبه منك واللي اعتبره انا انه عين العقل. اللي انت عايزاه انا اعمله طبعا، لكن مسألة الغيرة دي مسألة فاضية، مسألة فارغة. يا دين النبي، يشك فيكي انت الست اللي ما يتجسرش واحد في القاهرة كلها انه يقول كلمة ضدها. لا 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 لا، ده شيء مخجل. ايه اللي حصل بينك وبينه؟ حوادث ملهاش قيمة كبرت في مخه. امبارح دخلت بالليل متأخرة شوية عن المعتاد، خلاص اتقلبت الدنيا. الغيرة مدوخاه بدون ما يعرف عنك اي تهمة. ما هي المصيبة انه بيتهمني بايه؟ بكل حاجة. لا، ده لازم اتجنن. وحيث انه بيشك فيا ومتأكد اني بكذب عليه، فالاوهام ملت دماغه. اما غريبة صحيح. لا، المسألة دي لازم تنتهي تمام وما يكونش لها اي اثر. طيب اسمح لي بس. متأسف اني قطعت عليك حديثك. ها، قول يا ستي. اقتنع واستولت عليه الغيرة تمام، ووضع في مخه انه لازم يعرف اسم الراجل اللي انا عرفته. لازم فكر في شخص ملوش قيمة ولا تقريبا. اما حكاية غريبة. اجرانه عشان كده جالي النهاردة وطول في القعدة، كان بيدردش في مواضيع غريبة قوي، ما كانش عارف يتكلم. ما قالكش حاجة عن افكاره وتخيلاته؟ لا، انما انا ايوه افتكرت. كان ملخبط ومش عارف بيقول ايه، ما كانش قاعد على بعضه وباين عليه هيئة انسان جه يزور واحد بدون ما يعرف هو جاي علشان ايه. حتى هو نفسه قال لي كده. حاجة عجيبة. وبرضه لغاية ما سابك ما كانش افتكر هو جاي علشان ايه. اخيرا قال لي اذا كنت احب اجي اتغدى عندكم بكرة. وقبلت طبعا. نبقى جينا احنا الاتنين عشان سبب واحد، انما انا جاية علشان اترجاك بلاش مسألة الغدا، بلاش تيجي بكرة في الغدا كده. في امكانك تخلق اي عذر، من المستحسن عدم مجيئك. حاضر فندم، ما جيش. كويس، اتفقنا. كوني اتغدى او ما اتغداش ده شيء مش مهم، انما جوزك سي فريد ده غريب خالص. الله، وليه ده كله بس؟
واكد لك اني ما اعرفش. انت ما تعرفيش وهو مش فاهم مركزه. ادي المواقف اللي تضيع البيوت وتخربها. ليه الغرور والوهم والخيال؟ ليه الواحد من دول يفتكر ان ذكاؤه هايل وانه يفهم الطايره وهو ما بيفهمهاش وهي حاطه؟ دلوقتي انا فهمت هو جه النهارده ليه. فهمت ايه سبب اسئلته اللي كانت نازله عليا زي المطر. سألك في ايه؟ قالك ايه؟ هو خلى موضوع ولا مسألة ما نكش فيها؟ انت ما خرجتش النهاردة؟ طيب ما تيجي نخرج سوا؟ طب وامبارح خرجت ولا قعدت في البيت؟ وبكرة ناوي تروح فين؟ لا والأنكت من كده شكله وشه ساعة ما دخل الخدام وقال انك جيتي. افتكر انك انت انت وجاب الطبع يشوفك ويسألك وانا بعدها جيت. ولما انت عارفة كده مش الاحتراس احسن؟ ليه التساهل ده؟ ليه جيتي؟ انا جيت المسألة مهمة قوي، مسألة تخصه هو، عشان خاطره وخاطر ترقيته. ويا ترى له نصيب النوبة دي؟ يا ترى هيرقوه؟ امال قالوا لي ان كل الظروف مناسبة، وجيت جري عشان اخده يشوف زكي الملواني. وكوثر قالت لي ان اعضاء اللجنة هيجتمعوا بكرة علشان يفحصوا دوسيهات 3-4 موظفين من ضمنهم فريد. وانا يهمني طبعا المسألة دي تخلص زي ما هو عايز علشان نفسيته تهدى ويروق. شايف بقى الموقف الملخبط اللي وضعني فيه؟ وديني جيت لك علشان ما تجيش على الغدا بكرة، وعشان اقول لك ليه احنا كنا عزمناك واطلب منك اني اقابل عمي واكلمه علشان يقول كلمة لاعضاء اللجنة وتنتهي المسألة. ايوه كويس. وانا علشان اعاقبه وافهمه نتيجة سوء الظن مش هعمل له الخدمة دي ومش هترجع عمي. قول اللي انت عاوز تقوله، لكن وحياتي يا مدحت تقابل عمك وتكلمه. حاضر يا فندم. بعد ساعة واحدة اعتبر المسألة منتهية. الراجل اللي جاب الحاجة دي بيعتذر لأنه ما قدرش يجيبها امبارح. طيب هاتها. ايه ده؟ علبة؟ افتحها وشوف. الله، اما خاتم حلو صحيح، كويس حقيقي. والانيسيال عاجبك؟ انا قلت يمكن يكون فال كويس عشان ترقيتك. متشكر قوي. تعرف ده هو السبب اللي اخرني اول امبارح، وحبيت اخبيه عنك عشان اعمله مفاجأة، وكان سبب في كل اللخبطة اللي حصلت. انا هلبس الخاتم ده حالا. دلوقتي بقى رقت خلاص، كل حاجة انتهت. يعني مسألة تأخيرك؟ لا دي انتهت تقريبا، اقتنعت. وبالطبع كمان الباقي. لا الباقي ازاي بقى؟ حلمك عليا ادرس مسألة زي الناس. يا شيخ يا الله يهديك، ده البرهان في ايدك اهو، السبب الاساسي في تأخيري. مفهوم، لكن في حاجات تانية ومسائل خاصة بامبارح مسائل امبارح؟ وده ايه كمان؟ احنا هننسى اوام ولا ايه؟ سبحان الله، مقابلتنا في مكتب الاستاذ مدحت واللي جرى في المكتب وفي شارع قصر النيل. جرى ايه كمان؟ جرى كل حاجة. انت نسيت ازاي بقى؟ قبل دعوة الغداء بسرعة البرق، نهايته مفيش داعي لكتر الكلام دلوقتي والمناقشة، المركز هينجلي ويروق. ايوه، مفيش داعي اننا نتكلم في الموضوع ده لانه بينرفزني، وارجع اقول اني لازم افضفض لحد، اتكلم مع انسان. نهايته انا نازل. تحب اخرج معاك؟ لا مفيش داعي، انا رايح الف لفه بسيطه كده اشم شويه هوا، اتنفس شويه. واحد عايز حضرتك واداني الكارت ده اوصله لحضرتك. طيب انا هقابله حالا. حد عايزك؟ لا ده جدع اخينا، الله انت ما انت عارفانا، اخينا مصطفى اللي بيقعد معانا في الكازينو، لازم راح الشركه ما لقانيش هنا، جه لحد هنا. عن اذنك انا هقابله في المكتب. اتفضل. صباح الخير يا علي. صباح الخير يا نينا. وصلتوا لحد فين؟ زال سوء التفاهم؟ مفيش حاجة زالت، الموقف زي ما هو. ليه؟ مستمر على عنده وعلى أفكاره، لكن ده باين عليه إنه هدي وراق. ما تغركيش المظاهر. ليه؟ جرى حاجة كمان؟ جرى اللي جرى ما يتحكيش. كويس، لكن يتحكي لي أنا. قولي، اتكلمي عليا. مش قادرة استحمل يا نينا، خلاص انتهت المسألة. مسألة ايه اللي انتهت؟ اتكلمي يا بنتي، أنا لازم أعرف. اسمعي يا نينا، أنا لازم أمشي من هنا، أنا هسيب البيت، نسيبه احنا الاتنين. يعني نسلم طوالي كده ونهرب؟ امال تخلي ايه الواحده ست ما اتعلمتش ما تربتش؟ الست الجاهله هي اللي تسيب بيتها في وقت الخطر وتهرب، لكن الست زيك اول واجب عليها انها تعيد الهدوء والنظام والسكينه لبيتها، مهما كنت معتقده انك بريئه وانك ما عملتيش حاجه ابدا. انت مش عارفه احنا وصلنا لحد فين.
انت فاكره فريد متنرفز وغضبان وعصبي؟ ابدا، اكتر من كده. احنا وصلنا لتحقيقات ومباحث ومطاردات. انت عارفه مين الراجل اللي معاه جوه في المكتب دلوقتي؟ شفته وهو داخل، لا شكله ولا خلقته عجبتني يا بنتي. ده سي مصطفى فندي اللي بيقعد معاه في الكازينو، عامله مخبر، يمشي ورايا يوديله اخباري. مخبر؟ يا دي الداهيه، وانت ايه اللي عرفك؟ تك النهار اتصنطت عليهم وهم سوا. لا، اهي دي مسألة ملكيش حق تعمليها ابدا. تتصنطي على جوزك من ورا الابواب، حاجة تتعمل دي؟ انا متأسفة يا نينا، لكن اهو اللي حصل بقى. اللي حصل ده مش كويس. انت عارفة انا عايشة فين من امبارح؟ عايشة في جهنم. انا عارفة يا عليا، عارفة يا بنتي، عارفة ان اشنع حاجة تصيب الواحدة انها تتهم ظلم، خصوصا لما تكون التهمة موجهة لواحدة زيك انتي نفسيتها نظيفة. لكن في حاجة انا فهماها كويس قوي وانتي مش عارفاها ولا شعر بيها. الألم اللي بيشعر به الواحد لما تتملكه الغيرة وتبرك على نفسه وتخليه يموت شوية بشوية. كل ده ممكن، لكن مش غلطتي، نهايته. وهو لما جوزك يعيا وتسهري جنبه وتمرضيه تكون غلطتك دي؟ ده الواجب بتاعك يا بنتي. اسمعيني كويس، انا راح اقول لك حكايه ما كنتش اقدر اقولها لحد ولا حتى لك انت يا عليا. انا مرت عليا ازمات، كنت في يوم من الايام فرست الغيره تعمل فيا اللي هي عاوزاه. يا ساتر على ابوك يا عليا. انت يا نينا؟ ايوه يا عليا، انا اؤكد لك يا بنتي انها كانت فتره مؤلمه جدا. لكن انت بالطبع كان عندك الاسباب اللي خلتك تغيري على بابا. كان عندي اسباب، كانت عندي براهين، كل برهان اقوى من التاني. في الحالة دي بالطبع كنت معذورة. ايوه، لكن انت فاهمة الألم اللي كنت بقاسيه، الألم اللي كان بيقطعني حتت وانا بدور علشان اوصل لبرهان واحد. انت خلتيني افتكر اسوأ ظروف مرت عليا في حياتي الزوجية. لكن ايه اللي ما تعملوش الام علشان خاطر بنتها وعلشان خاطر راحة بنتها؟ اسمعي عليا، انا لما حسيت ان ابوك ابتدى يكذب عليا وانه ما بيقولش الحقيقة، لما ابتديت اشك وابتدى الشك يخمرني ان جوزي بيغشني، حبيت اوصل لمستند، برهان امسكه في ايدي. وكنت عارفة ومتأكدة ان بعد ما اوصل للبرهان ده والمستند اللي انا عاوزاه، ابدا مش هعمل اللي انت عايزة تعمليه دلوقتي، ابدا مش هسيب بيتي واسيب جوزي. لكن برضو عملت اللي في امكاني علشان اوصل للبرهان. شوفي عليا قد ايه الست مننا هبلة وغبية. ابتديت اسأل وادور وابحث، عملت اعمال شنيعة ما تتعملش، اتجسست عليه، راقبته، مشيت وراه، وقفت ورا الابواب والشبابيك. يا سلام، يا ما فتشت جيوبه ومحفظته ودرج مكتبه. عليا انا بحبك يا بنتي، وعلشان بحبك قوي بقولك الكلام ده كله. في يوم من الايام لقيت البرهان، لقيت اللي انا عايزاه، اللي فتشت عليه بالليل وبالنهار. وبعدين عملتي ايه يا نينا؟ ولا حاجة، بطلت افتش وانكش، بطلت اسأل وادور، هديت. ولما قلت له انك لقيتي، انك عرفتي، اقول له ايه يا بنتي؟ هو انا قلت له حاجة؟ هو انا فتحت بقي؟ دي اول مرة بتكلم فيها في الموضوع ده وبالشكل ده، لاني لو كنت اتكلمت واتنرفزت كان ضاع مني احترامه وحبه وتقديره ليا. وبالطبع هو شعر بكل ده وعرف ان انا فاهماه. لكن فريد مش هيفهم المسألة بالطريقة دي. يعني عاوزاه يعمل ايه؟ يعتذر؟ يا بنتي دول رجالة، اذا عملوا كده يبقى تهاون من ناحيتهم، يبقى تساهل، صهينة، يبقى ضعف. ومن ناحيتنا احنا، ناحية الست، يبقى ايه معنى السكوت؟ يبقى معناه احترامنا لنفسنا. صدقيني يا عليا، ما تحتقريش جوزك لانه بيغير عليكي، اعملي علشانه اللي ما عملوش ابوكي علشاني. ارقفي بحاله، ارقفي بحاله وقولي لنفسك مسكين، حالته تستدعي الشفقة، موقفه فظيع، متلخبط،
مش عارف يعمل ايه او يقول ايه. فعلا قال انه مش عارف يفكر في ايه ولا في ايه. اعترف انه شكوكه كلها ما كان لهاش اي اساس، لدرجه انه قال انه ما بيتهمنيش، انه ما بيدورش على برهان ادانتي اكتر ما بيدور على برهان براءتي. ايجاد دليل البراءة اصعب كتير من انك تلاقي برهان الاتهام. وانت تتعبي نفسك ليه؟ انت ضميرك مطمئن والاشياء معدن. وتفتكر انه هيستمر يتعب نفسه لحد ما يعرف الحقيقه؟ تبقى داهيه سودة، داهيه سودة لو استمرت شكوكه في اتجاه واحد، في شخص واحد، مدحت مثلا. بالعكس، يبقى احسن قوي. ازاي؟ لما تتجه ظنونه لشخص واحد يبقى من السهل عليكي انك تبرهني على انه غلطان، لكن لما تكون شكوكه عمومية متوزعة يبقى موقفك انت ازاي؟ تحتاري تعملي ايه ولا ايه؟ لما يكون الواحد بريء طاهر الأحسن إنه يتهم بشكل محدود علشان يقدر يبرأ نفسه. خليه يفتكر، سيبيه يظن إن بينك وبين الجدع ده علاقة. اعزمي الجدع ده على الغدا والعشاء 3-4 مرات في الجمعة، وانت تلاقي جوزك في الآخر يرجع لك ويقول لك باردون يا حبيبتي، يا حبيبتي أنا غلطان. لا مش ممكن، لأنه لو استمر في الطريق ده خلاص ضعت. إيه؟ عليا، انت بتقولي ايه؟ في حاجة بينك وبين الراجل ده؟ كان هيبقى فيه لولا ربنا ستر. انت يا بنتي، انا عمري ما فكرت اني اعمل حاجة زي دي، لكن فريد هو السبب، هو اللي كان هيرميني، هو اللي خلاني اروح للراجل ده لغاية بيته برجليا. اتهمته ليا وكلامه اني رحت لمدحت واني اديته ميعاد هو اللي خلاني اروح له. عملت الشيء اللي كنت اظنه مستحيل. وتعرفي ليه؟ لأن جوزي وراني بكلامه إن مروحي عنده في بيته مسألة ممكنة. لكن الحمد لله ربنا صني وحفظني. عرفتي ليه عاوزة أسيب بيتي واخدك معايا؟ تسيبي بيتك؟ أيوه، إذا استمر فريد على كده أنا خايفة على روحي. لك حق تخافي عليا إذا فضلتي كاتمة عن جوزك، لكن لازم تقولي له كل حاجة. انت اللي تسوي الحساب ده بينك وبين نفسك أولا، وبينك وبين جوزك ثانيا. أيوه، وتسوي الحساب ده دلوقتي. ما اقدرش، شجاعتي تدخلني، ما يمكنش. لا يمكنك بكل بساطة. الرجالة بيقولوا علينا اننا اساتذة في الكذب، وان الكذب مصدره الستات، واننا لما نحب نكذب مظبوط. فهمي نفسك اولا وفهمي جوزك ثانيا ازاي الحقيقة تنقال في موقف زي ده. بيتك هينخرب، هتضيعي. دافع عن نفسك بالحقيقة. جوزك محتاج لصرخة من قلبك، هيلاقيها لما تبتدي حديثك وياه. ما اظنش، ما اقدرش يا نينا، ما اقدرش. انت عملتي شيء يغضب ربك؟ بالتأكيد ابدا. يغضب ضميرك؟ ابدا ابدا. خلاص، اللي تقف نظيفة قدام ربها وقدام ضميرها مش ممكن تخاف من جوزها يا بنتي. انا ما اتعلمتش زيك ولا قريتش زيك، لكن اللي اعرفه في موقف زي كده ان الحق هو اللي يتقال، ان الحق سلطان ينجيكي وينجي بيتك وحياتك. اكلمه، هقول له كل حاجة. طبعا انت مظلومة، ايوه، جوزك ظلمك الى حد محدود. جوزك اهو رجع، انا سايباكي تقولي له كل حاجة، فاهمة؟ كل حاجة. جاني جواب من مدحت بيقول انه مش هيقدر يتغدى معانا يا ستي. احسن الحمد لله. وليه الحمد لله بقى؟ بزيادة بقى الخوته اللي جاتني من الناحية دي، بزيادة اني فكرت انه يقدر يساعدك في ترقيتك، واني رحت له بيته وانت هناك، وانا عارفة ان المسألة دي تضايقك وتنرفزك. انا كنت في حالة عصبية قوي يا فريد. مش بس احنا قلنا ايه، المسألة دي انتهت خلاص. الجو بيروق قدامي شوية شوية. هديتك وجواب مدحت انه مش جاي للغدا بيعيدوا لنفس الطمأنينة اللي كنت متمتع بيها قبل ما تنهشني الغيرة. اسمع يا فريد، مش احسن اقول لك كل حاجة على الشارع؟ لا 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 لا، انا مقتنع يا حبيبتي، مفيش داعي لكتر الكلام والرغي. اقتنع بعد ما تسمعني. انا بعد ما فوتك امبارح، بعد ما نزلنا من عند مدحت، رجعت له تاني وقعدت معاه اكتر من ساعة في مكتبه. بتقولي ايه؟ انت رجعتي له في بيته بعد ما نزلنا سوا؟ علشان ايه؟ اسمع كلامي من اوله لاخره وبعدين احكم عليا وعلى تصرفي. اشهد ان لا اله الا الله. اتكلمي يا عليا، بلاش لف ودوران، بلاش تزويق، اتفضلي. رحت له علشان اشوفه واحكي له تفاصيل عاصفة الغيرة اللي رمتني فيها بسوء تصرفك. سوء تصرفي؟ وايه دخله هو تروحي له وتكلميه؟ انت مش قلت ان فيه علاقة بيني وبينه؟ فانا رحت عشان اقول له الكلام ده،
واشوف يا ترى دخول الست الشريفه بيت واحد وهي متهمه معاه ظلم نتيجته ايه. رحت هناك وانا مسحوره باتهاماتك، عايزه اعرف ايه مركز الست اللي تفكر في خيانه جوزها مع صديق له، تبقى ايه قدام الناس وقدام ضميرها. قبل ما تشرحي لي المركز الفلسفي ده ارجوكي تقولي لي باللي جرى بالحرف الواحد. اقصى ما عمله انه حاول يبوسني، ما قدرش بشرفي. برافو عليك. بتحلفي بايه؟ بشرفك، انت فاهم؟ فصيح، مفيش داعي لكتر الكلام. مرة تانية أقسم لك بشرفي إن كرامتي كزوجة شريفة طهرة سليمة. كل ده مع اعترافي بإني غلطت لإني رحت له بيته. غلطة أنت السبب فيها، غيرتك العامية، غيرتك الفظيعة، اتهاماتك المريبة، كل ده هو اللي دفعني إني أعمل التجربة دي. برافو عليك. برافو. لك حق. انت يهمك ايه؟ بعد اللي قلتيه سيادتك مفيش فايدة انك تقنعيني. ست هانم عاوزينك في التليفون. عن إذنكم ما أشوف مين. اسمع يا فريد، ايه عاوز تقول ايه؟ ايه رأيك؟ رأيي؟ هو انا بقى لي رأي؟ تروق وتفهم وتتأكد ان مراتك لما تعترف لك بصراحة كده يعني بتقول الحقيقة. حقيقة؟ مش عرفني انا انها بتقول الحقيقة. اقل واحد مطلع على خفايا علم النفس يقرر انها بتقول الصدق. ده كلام تقوله لنفسك. ارجوك يا فصيح. يا اخي هو انت اتجوزت؟ بالطبع لا. اتجوز وانت تحس بالالم اللي بحس بيه. مفيش فايدة نسيب بعض. راحت له لان فيه ود، فيه استلطاف. انت غلطان، انا فاهم المسألة كويس. تعرف راحت له ليه؟ لانك بجنونك وغيرتك المقندلة وتصرفك الغير معقول لفت نظرها للراجل ده. كلام فارغ. كلام مليان، والبرهان عليه تسمعه وتقتنع بيه حالا. انت اول امبارح لما كنا ماشيين مع بعض في العتبة الخضراء كنت واخد بالك من البنية اياها؟ وبعدين بقى بنية ايه؟ البنية البلدي. ايه ناسي ولا عامل ناسي؟ مش انا اللي لفت نظرك ليها والتقاطعها؟ يعني فيه مسائل في الحياة وفيه اشخاص تمر عليك بدون ما تشعر بيها، لان مشاغلك ومعيشتك وتفكيرك يمنعوك انك تلتفت ليها. لكن لما تلاقي ابن الحلال ولا ابن الحرام اللي ينبهك تقوم تفكر فيه. عاوز تقول ايه؟ يعني ايه؟ يعني انت ما بتفهمش، يعني انت دماغك جامدة، يعني انت اللي نبهت مراتك ولفت نظرها وكنت هتوديها في داهية، لكن ربنا حفظها. صدقها وصدقني. فريد زكي الملواني في التليفون. طيب حاضر. الو. متشكر جدا. الله يبارك فيك. مع السلامة. تعالي يا حماتي. نعم. يرضيك الكلام ده؟ كلام ايه يا ابني؟ كلام رئيسي. انت الوحيد اللي ترقيت في اللجنة الأخيرة لأنك مجتهد. يرضيكي ان مدير المستخدمين يضحك لي الضحكة الصفراء اياها ويقول لي علشان الأستاذ مدحت يبقى صديقك؟ اهدى فريد، أنا بكلمك بكل هدوء، اللي عندي قلته وربنا شاهد عليا. في حاجة اسمها عقل ورزانة وتبصر يا فريد، وفي حاجة تانية اسمها خراب بيوت. ايه رأيك؟ رأيه النهائي؟ اسكت يا فصيح. سيبوه، خليه يتكلم. سيبوه لما اشوف هيقول ايه. رأيه النهائي هو رأيي أنا، هو إن ست عليا صدقة في كل كلمة قالتها، وإن اللي لخبط كيان حياته أخيرا كان عقاب على سوء ظنه. الجدع مدحت ده مفيش داعي لصداقته. اهملوه، ما تدخلوش أمثاله بيتكم. واول علاوه تقبضها تجيب بيها هديه للست اللي خلفت لك ست زي مراتك، يعني لحماتك. كويس خالص. كويس خالص، كويس قوي ان العصفه ما موجتتكش انت والغلبانه دي، وكتمت انفاسكم تحت انقاض البيت اللي كانت الغيره هتجيب عليه وطيه. انتوا بتتغدوا الساعة كام؟ اتفضلي يا تيزة. يلا يا ست عليا. وانت وقت ما تحب تيجي على مهلك. فصيح بيه. نعم. لا مفيش حاجة. ايه نبعت لك غداك هنا؟ يا اخي سبحان الله افهم. عاوز ابراتيف، عاوز حاجة تفتح نفسك عليا.
كلمي فريد. فريد. عليا. استمعتم إلى تمثيلية في بيوت الناس، اقتباس المرحوم سليمان نجيب، أعدها للإذاعة عبد الوارث عصر،